السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من قناتي رنة وخلخال ان شاء الله هقدم لكم النهاردة ازاي نعمل الغرزة السداسية. ان شاء الله هنعمل مع بعض الغرزة السداسية، وهقول لكم برضو احنا ممكن نستخدمها في ايه. الغرزة السداسية سهلة جدا، وممكن تعملي منها كوستر، ممكن اللي هو تحطي عليه حاجات سخنة زي كوباية المشروبات السخنة. ممكن تعمليها وحدة من عدد من الوحدات تكوني مفرش. ممكن تكبريها وتبقى هي نفسها مفرش. ممكن قاعدة بونبونيرة، قاعدة طبق ان حضرتك للتسالي. فليه استخدامات كتير وتقدري توظفيها في اكتر من حاجة. ممكن قاعدة شنطة، تكوين شنطة، يعني هتلاقي لها اكتر من حاجة. يلا النهاردة ان شاء الله انا معايا النهاردة خرزاية انا بحب اشتغل بيها قوي، اللي هي خرزة الضرس. وعايزة اقولك بصي الخرزاية دي فتحتها واسعة، يعني بتبقى محتاجة منك خيط تخين. بنبتدي مقاس 70، الخرزة دي مقاس 8. انا معايا مقاس خيط نايلون مقاس 70. عايزة تشتغلي ب80 تشتغل. وزي ما احنا عارفين ومتعودين القصافة والبرامة اللي بشد بيها الخيط. تمام. اول حاجة هنعمل ايه النهاردة؟ هنقطع الخيط، وزي ما احنا متعودين ما تزيديش عن متر. صح، احنا بنجدد خيط كتير، بس لو انت مبتدئة ما تزوديش عن متر ونص بالكتير قوي يعني. هنا انا عندي طرفين الخيط اهو، سويت الخيط الطرفين قد بعض. وعايزه اقول لك ان انا هنا علشان اللون ده بربل غامق، انا عامله معاه اللون البينك، اكسره بلون بينك او كشمير. ودي هعملها اول وحده وهبني عليها اول وحده. يعني غرزه احنا قلنا ايه؟ غرزه سداسيه، يعني بتتكون من 6 خرزات. ال6 خرزات دول انا هحطهم في الخيط اهو 2. وطبعا اي طرف يعجبك، انا لسه ببتدي. طالما لسه ببتدي يبقى مش هتقيد بحاجه معينه. ادي 5، ادي 6. تمام. طرفين الخيط اهو معايا. وهروح شدة الخيط وعاملاه اهو في المنتصف، 6 خرزات في المنتصف. كل ده وانا ماسكه طرف الخيط، وده في المنتصف اهو. وهروح راجعه. بص الخيط اعمله ازاي كده اتحكم فيه اكتر. هاخد اخر خرزايه اهي واروح حطاها بين صوابعي، واجيب الطرف اللي من ناحيه الخرزايه اللي هو ده اهو، واروح طالعه بيه راجعه بيه تاني جوه الخرزايه واشده. هيروح عامل عندي العقده. خلاص شوف العقده اهي. اروح جايبه الطرف ده ومدخلاه جوه العقده. كل ده وانا متحكمه في الخرز اهو. وهروح شديت خلاص. شايفين العقده فين؟ لازم ادخلها جوه الخرزه دي اهي. هروح جايه وحاطه في الطرف ده او الطرف ده براحتك، بس احنا لسه في البدايه. اروح حاطه في الطرف ده كام؟ 5 خرزات، عشان انا عندي خرزايه عشان تكون لنا وحده سداسيه مكونه من 6 خرزات. اهو. هروح راجعه بالخرزيه تاني
اهو، واعمل عقدة، اشد واعمل عقدة وادخل بيه اهو. انا عايزة اوري اهو، اروح جايبة طرف الخيط اهو واروح داخلة بيه وشدة اهي. العقدة اهي اشدها عشان تدخل جوه الخرزاية اهي. دخلت جوه الخرزاية، كونت 6 خرزات، واحدة من القاعدة، 1 2 3 4 5 6. هروح جايبة طرف الخيط اللي انا بمشيه جوه الخرز اللي هو من تحت ده، اللي هو ده، واروح مدخلاها في خرزاية واحدة، لان انا هنا بعمل وحدة سداسية على خرزاية اهي. وهروح شدة واروح جايبة الخيط اللي من فوق حاطة فيه. ها، عندي هنا كام خرزاية؟ الخيط طالع من كام خرزاية؟ طالع من 2، واحدة من الوحدة دي وواحدة من القاعدة، يبقى انا هحط عليها 4 عشان وارجع بالعقدة واروح شادة الخيط واروح داخلة واخدة بايدي اهو، داخلة واخدة الطرف التاني واشد شدة جامدة عشان العقدة عندي تدخل جوه الخرز. وزي ما قلت لكم الخرز الضرس تبقى واسعة، محتاجة منك شد جامد. ما تقلقيش لو الخرزية برمت منك، احنا بعد كده بنظبطها مفيش اي مشكلة. يلا هنكرر العملية دي كمان، يلا معايا. هدخل هنا اهو، معلش طولوا معايا شوية الحتة دي عشان لما نيجي نطلع للدور فوق هقول لكم هنعمل ايه. خرزتين هحط عليهم 4 خرزات، اطلع هرجع بالغرزة تاني خلاص، واروح شد الخيط جوه العقدة واشد العقدة اهي اهي، واروح تمام. هكرر نفس العملية. الخيط اللي من تحت ده هروح حطاه في الخرزاية واشد، واللي من فوق هروح حاطه فيه 4 خرزات. يبقى انا اول مرة زودت 5 على 1، بعد كده 4 عشان كان معايا 2، 4 وكان معايا 2 عشان لما نوصل لاخر واحدة هنقول هنعمل ايه اهي. خمسة على واحد يعني 6 خرزات اهي. هحط 4 عشان معايا 2، عشان معايا 2 اروح راجعة بالخيط واروح شدة محترمة اهي اهي اهي، اروح مدخلة العقدة. اصبح عندي دلوقتي ايه؟ اصبح عندي دلوقتي واحدة من القاعدة، قبليها في وحدة وبعديها في وحدة. يبقى انا هعمل ايه؟ انا الخيط هنا طالع لي من اخر خرزية من الوحدة دي، همرر زي ما متعودة الخيط في الخرزة اللي باقية اهي تمام. خلاص لازم بقى اربطها بالوحدة اللي وراها دي، اخر واحدة. الخرزة اهي محصورة بين وحدتين، لازم طرف الخيط يطلع طرف من الوحدة دي وطرف من الوحدة دي. يبقى كده هضطر ان انا ادكك الخيط في الخرزاية الاخيرة من الوحدة اللي بعدها اهي
اهي، وهشد واروح كده. اصبح عندي 1 2 3، يبقى انا فاضل لي 3 عشان تبقى غرزة سداسية، وبيها ابقى انا كده ختمت اول دوران او اول دور من الغرزة السداسية. تمام تمام. اهو شدي الخيط حلو قوي عشان ما يرخيش منك المجسم. اهو بانت هنا ملامح، بانت هنا الملامح اهي من الغرزة السداسية اهي. طب هعمل ايه؟ شايفين المنظر ده؟ طرف الخيط طالع من ايه؟ طرف الخيط طالع من خرزة. خلاص. طب انا الخرزة دي جنبها خرزة، تحتيها خرزة. اول ما اشوف شكل الفي او الواي ده لازم طرفين الخيط يطلعوا من الخرزتين اللي جنب بعض. ليه؟ الخرزتين دول زي التوينز بالظبط، ما يقدروش يبعدوا عن بعض. فاول ما الاقي حرف الفي او الواي ده هروح حاطه طرف الخيط في الخرزه اللي جنبها على طول عشان اطلع للدور اللي وراها، وكده هقيم على خرزتين. يبقى اول ما الاقي خرزه جنبها خرزه وتحتيها المنظر ده، الخرزه دي حرف الفي او حرف الواي، يبقى لازم طرفين الخيط يطلعوا، واحده من هنا وواحده من هنا. خلاص. يبقى انا هنا هعمل الوحده السداسيه على خرزتين. تمام تمام. اهي هحط هنا كام خرزه عشان انا عندي 2؟ هحط 4. هحط 4 واعمل العقده زي ما قلت لكم، واروح جايبه الطرف التاني دخلته جوه العقده وهشد علشان يبقى انا هنا عملت العقده الوحده الاولى من الدور الثاني على خرزتين اللي هي تحتيهم ايه؟ خرزه. طب ما اجي اشوف الخرزه اللي وراها على طول، الخرزه اللي وراها على طول اهي اهي لوحدها اهي، مفيش تحتها حاجه، مفيش تحتها حاجه. دول الاتنين التوينز دول كان تحتهم واحده، عشان كده خليت طرفين الخيط منهم. هنا مفيش تحتها حاجه، يبقى اخدها هي بس. اذا الغرزه السداسيه بعد ما نخلص اول دور وبنطلع هنعمل مره على خرزتين، مره على خرزه. خلاص. خليها قاعده عندك اهي اهي. يبقى الخرزه اللي تحتيها الخرزتين اللي تحتيهم خرزه دي بتبقى توينز مع بعض، طرفين الخيط يطلعوا منها. لكن اللي ما بيبقاش تحتيها حاجه بيبقى ايه؟ غرزه واحده. يبقى انا مره على خرزتين، مره على خرزه. هنا عندي خرزه وقبليها خرزه اللي هي بتاعت الوحده دي، يبقى كده عندي خرزتين. هحط كام؟ هحط 4. بصوا المنظر ده. عندي هنا الخيط اللي بدكك بيه الخرز، اللي بدخله في الخرز طويل، واللي بعمل بيه العقده، واللي بدخله اللي بحط فيه الخرز واعمل منه العقده قصير. هعمل ايه علشان اعكس؟ يبقى عندي الخيط طويل اهو. شايفين الخيط القصير اللي انا بدكك اللي انا بحط فيه الخرز؟ هحط فيه 4 خرزات عشان انا عندي 2. تمام. ومش هعمل عقده. ليه؟ عشان انا ببدل الادوار، ببدل الخيط الطويل اللي هخليه من فوق والخيط الصغير اللي هدكك بيه الخرز من تحت اهو. كروس اهو مع اخر خرزايه هشدها. ابتدى الطويل هو اللي من فوق، ابتدى طرف الخيط الطويل اللي انا هدكك بيه اللي انا هحط فيه الخرز واعمل فيه عقده من فوق، والقصير اللي انا هدكك بيه الخرز. تمام. ركزي برضو عشان الحاجات دي مهمه. خلاص. هنا مش عامله عقده،
هشدها وانا بدخله فيه. هنا هعمل على الخرزتين عشان تحتيها خرزه. برافو عليكم، سهله جدا ما فيهاش اي حاجه. خلاص تمام. انا كده ايه اهي اتشدت معانا اهي، اتشدت معانا. ولما نعمل برضو الخرز هنا هتتشد اكتر. هنا معانا 3 خرزات لان انا عامله على الخرزتين التوينز اللي تحتيهم خرزه، ادي 2 ومعانا واحده من الوحده اللي قبليها 3، يبقى السداسيه فاضل عليها 3. صحصحوا كده علشان نستفاد من بعض. هعمل بقى العقدة عادي جدا علشان اهي حبايبي. خلاص. طب هندخل بقى من الخيط ده، هندخل في دي لان مفيش تحتها خرزه، يبقى هناخد خرزه واحده، خرزه واحده، يبقى زي ما قلنا مره خرزه مره خرزتين مره خرزتين. اول ما ابتدينا ابتدى بالاثنين التوينز وبعدين خرزه وبعدين الاثنين التوينز وبعدين خرزه، وهكذا لغايه ما نخلص الدور. اهي هروح حاطه 4 خرزات. عايزه اقول لكم اللون البربل ده الله لو عملت منه شنطه. هنرجع بالعقده ونمسك الخيط قوي عشان ما تفلتش مننا، وندخل طرف الخيط علشان هندخل على الخرزتين. تمام تمام. هنيجي اهو على الخرزتين، وركزوا بقى في الحته دي عشان هقول لكم على تريكه. عشان زي ما انتم شايفين كده اهو الخيط خلاص بيفنش معايا اللي من تحت بتاع الخرز. هروح حاطه هنا 3 خرزات لان انا هنا مدخله على خرزتين اللي تحتيها خرزه. هعمل 3 خرزات، 1 2 3. تمام. هنا خلاص انا بقفل الخيط هنا عشان مش هينفع يكمل تاني، فهبتدي اربطه ربطه حلوه واروح مدخلاه جوه هنا اهو، مش من الطرف يا جماعه علشان الطرف معايا بيأثر على اهو. انا عملت العقده اهي اهو، والطرف هنا برضو. خلاص. واروح عشان الخيط هنا لخفن اهو. هبتدي بقى ده خلاص انا بفنشه، هبتدي بقى اسرحه جوه الخرز من جوه. ما تحاوليش توزعي الخيط على الاطراف علشان هتيجي في مره تيجي تعملي الخيط مرتين جوه الخرزايه مش هيدخل، العقده هتأثر عليها. اهي انا كده، ودي برضو هسرحه اهو اهو من غير عقده اهو. خلي بالكم اهو من غير عقده عشان ابتدوا ادخله لجوه. لو عملت العقده وجيت بعد كده عملت خيط هيأثر عليا اهو. هبتدي ادخلها اهو وهوزع من جوه. خلاص. عايزه اقول لكم على حاجه دلوقتي هقولها لكم، بس لما ادخل بس دي اهي هبتدي بقى ايه ادخله من جوه خالص بحيث اطمن ان انا اوكي تمام. انا قبل ما اقطع بس عايزه اوصل لكم اوريكم حاجه. بصوا انا هنا بدخل من جوه، ما ينفعش بقى اخلي الخيط من هنا مثلا واروح ماشيه من هنا، ما ينفعش الخيط يبان. لازم الخيط بتاخديله اقرب مسافه بحيث لما خرزه تدخل في خرزه ما يبانش، شغلك يبقى نظيف. ودي قواعد واساسيات شغل الخرز. تمام.
انا هنا هقفل وخلاص هقص علشان ابتدي اجيب خيط تاني. انا لما تقع مني خيطه زي كده انا مرميهاش ليه، انا ساعات عايزه اقفل، عايزه اربط حاجه بتنفعني. معلش لو انا بحكي معاكم في تفاصيل دقيقه، بس انا كنت ببقى اول ما ابتديت كنت بتمنى ان حد يقولها لي يعني. خلاص يبقى انا هنا خلاص اروح ايه داخله على الخرزايه، يبقى انا حاطه الخيط في اخر خرزايه من الوحده اللي انا عملتها اهو اهو، وادخل في الخرزايه اللي جنبها اهي. هساوي الخيط ببعضه، ده كده تجديد الخيط يا جماعه اهو. هساوي الخيط ببعضه وابتدي احط الخرزه. هحط معايا 2، يعني انا عايزه 4 خرزات. 1 2 3 4 زي ما اتفقنا. بنحط على التيب والمفرش عشان الخرز لما يتنتر تقدري تتحكمي فيه، متقعديش تجري وراه يعني اهي. خلاص خلاص هنيجي هنا معانا خرزتين، خرزتين اهو اهو، واروح حاطه 4 خرزات في الطرف اللي من الخيط من فوق. تلاتة، عشان انا عندي 3 لان انا داخله على التوينز. انا دلوقتي شغاله في الخرزتين اللي تحتيهم خرزه الملتصقين ببعض اهي. 3 و3 6 اهو، واشد شده جامده اهي عشان هدخل على الخرزايه اللي لوحدها اللي مفيش تحتها خرز. يا رب يكون كلامي قادر يوصل لكم. لو في اي استفسار عن اي حاجه قولولي، تحت امركم. انا ببقى مبسوطه جدا من التفاعل اللي بينا. أربعة اهو، 4 واشد هدخل اهو على التوينز، ادخل على التوينز اهو اللي تحتهم خرزايه اهو. شبكة فوهات. طولي بالك على الخيط شوية، مش لازم نكون مستعجلين. انا هنا ببقى مستعجلة بس عشان ما بحبش اطول عليكم في الفيديو، علشان اي غلطة هتضطر ان انت تفكي كل تعبك ده كله اهي. خلاص معايا 3 خرزات، هحط عليهم 3 عشان يبقوا 6. ونرجع بالعقدة و اهو تمام تمام.
هنيجي بقى نروح طالعين دور، هنروح طالعين دور اهو. اهو هروح عامله برضو على الاتنين واروح حاطه هنا. بدلت طبعا، خليت الخيط الطويل من فوق وعرفتكم ازاي، والخيط القصير من تحت، وحطيت هجيب الخرزه التوينز ده زي ما قلت لكم اهو اهو، واروح حاطه طرف الخيط في الخرزتين اللي تحتيهم خرزه اهو اهو، واروح حاطه هنا 3 خرزات. واحد 2 3. هرجع بالعقدة وهدخل اهو تمام، واروح داخله في التوينز الدور التالت ده كله توينزات. استني اشد، بصوا عشان العقده هنا بانت وانا بشد طرف الخيط اهو، اروح مدخليها جوه الخرزه اهي تمام تمام. هنا بقى اخر وحده هنعملها اهو، اخر وحده هنعملها للمقاس دوت. انت عايزه تكبري اطلعي، افضلي كده اطلعي، كل ما تطلعي زودي خرزتين، تقابلي خرزه من غير خرزه تحتيها، كملي وهكذا لغايه ما توصلي للمستوى اللي انت عايزاه. عايزه تعملي دي بس استني بس لما نخلص الجزء ده عشان هقول لكم انا هعمل ايه. هنا عندي 3 خرزات هحط عليهم 3 علشان يبقوا 6 خرزات. كونت وحده سداسيه، ودي اخر وحده في من الوحده السداسيه في الشكل اللي عندي اهو. تمام تمام اهو. هنا ده الحجم اللي عندي ماشي، مش هصرف الخيط دلوقتي، ده الحجم اللي عندي. عايزه تكبري بتبتدي تطلعي على 2 وبعدين 1 2 2 1 وهكذا لغايه ما تكبري للمستوى اللي انت عايزاه. ولو عايزه تبقى المستوى ده زي ما انتوا عايزه كده خلاص كوستر اهي، كأن دي الكوبايه هنحط عليها الكوستر، او نعمل منها اكتر من وحده زي ما انا عامله كده، اكتر من وحده، وعن طريقها هعمل مفرش. يعني مثلا هعمل دول كده اهو، وهعمل دي كده اهو، هتعمل معايا مفرش شيك قوي وبسيط قوي. عايزه تعملي برضو عدد اكتر من كده وتعملي منه المفرش برضو براحتك. المهم ان انت عندك البيزك اللي انت هتبني عليه الفكره اللي انت عايزاها. يا رب تكون الفكره وصلتكم. هنا برضو انا عامله مفرش اهو من السداسي زي ما انتوا شايفين كده، بس ده كبير واضفت له حبه تريكات كده من دماغي من افكاري. مش لازم تاخدي الحاجه مني او من غيري وتروحي عامله نفس فكرتي دي في حاجه. واللي اللي بيميز شغل الهاند ميد هو ان حضرتك بتحطي اللمسات بتاعتك او التريكات بتاعتك، ده اللي بيميز شغلك عن اي حد تاني. ولكن القواعد هي والاساسيات هي. اوكي، ده مفرش من الغرزه السداسيه اهو اهو، ده مفرش. وده ممكن نعمل بدل ما 1 كبير نعمل 3 صغيرين اهو،
ونشبكه ببعض. تعالوا اوريكم بقى هشبك لكم ازاي. هاخد بس فكره ان انت ازاي تربطي بس انا عايزه خرز مختلف. استنى اجيب لكم خرز مختلف بحيث تبقوا واصلاكوا الفكره. اهو هناخد اللون ده، اللون الاحمر، من نفس الخرزه، من نفس الخرزه، وهقطع خيط ويلا بينا. شايفين الكسترين دول؟ شايفين الكسترين دول؟ اهو اهو هناخد الاضلاع المتساويه من بعض اهي. هتعملي ايه؟ هنروح اخدين طرف الخيط ده، المفرش هنا عباره عن 2 كستر، هنشبكهم، هنخلي الضلع ده زي الضلع ده كده، تمام. احنا هنسيب اول خرزتين، هناخد الخرزتين اللي بعديهم التوينزات عشان هعملها غرزه سداسيه، تمام. دخلت طرف الخيط بعد ما سبت اول واحده، دخلت طرف الخيط في الاتنين اللي تحتيهم خرزايه، واروح جايبه خرزايه مدخلاها في طرف الخيط ده، تمام. واروح سايبه زي ما قلت لكم في الكستر التاني الخرزايه الاولانيه، هحط في الاتنين اللي تحتيهم خرزايه عشان اعمل غرزه سداسيه. هقفل بغرزه سداسيه اهي، وهشد عندي اهيت. ركزوا معايا عشان التقفيل سهل بس محتاج تركيز. اهو تمام تمام. عندي طرف الخيط، اي طرف من الطرفين دول احط فيهم خرزايه اهي، واروح عامله عقدتها، واروح مدخله طرف الخيط اهي، وعملت العقده اهي. هدخل طرف في الغرزه، هدخل طرف في الخرزتين الملتصقين اهي، كده خلاص. المفروض الجزئيه دي خلاص خلصت. اسرب الخيط بقى زي ما انا عايزه اهو، وبتجمعيهم، بتخلي الطرفين يلتقوا في نقطه واحده عشان تعملي العقده، ولتكن دي ولتكن دي اهو، تمام. علشان اعمل عقدة واقفل الجزئية دي خالص. ابتدي بقى هاخد خيط عشان انا زي ما قلت لكم وانا بقفل الفيديو قطع مني، فانا حابة اوضحها لكم. اهي الخيط تخين، فمع العقدة ما ينفعش تحطيها في الاطراف قدام عشان لما بتيجي تمرريه بعد كده بيضايقك او ما بيدخلش اصلا. وزي ما قلنا ان اي حاجة في شغل الخرز تقف معاكي شوية بتضايق.
اهو. خلاص خلاص، هعتبر ان دي النقطة اللي هيتقابلوا فيها، هي الخرزية الحمراء دي اللي هعمل بيها العقدة اهي، واروح مدخلاها في اي طرف من الخرزة علشان خلاص هقص اهي. الحمد لله اهي سهله، ما فيهاش اي حاجه. دخلت العقده اهي في الخرزه وهقص. ركزي معايا بقى عشان انا هنا الجزء ده عايزه تعمليه كده عباره عن حاجه مستطيله براحتك، عايزه تركبيهم مع بعض كده براحتك اهي. الجزء ده مع الجزء ده والجزء ده مع الجزء ده اهي. احنا قلنا هنسيب اول خرزتين وهندخل في التوينزات اهي. التوينزات دي احنا هنسيب اول خرزايه اهم، بصوا الجنبين اهم. خلاص هنسيب اول خرزايه من هنا واول خرزايه من هنا، وهدخل على الخرزتين اللي تحتهم خرزايه اللي هم التوينز اهو. بسم الله. ده كده اول طرف، ده لسه اول طرف في الخيط. هدخل فيه التوينز اهو عشان ناخد الطرف اهو اللي هحط فيه خرزايه، واروح واخده سايبه زي ما قلت لكم دي. هاخد الاتنين اللي تحتهم واحده اللي هي دي بعد ما حطيت الخرزايه في طرف الخيط عشان تعمل معايا غرزه سداسيه. هجيب اهي خرزايه واروح حطاها اهو. يا رب تكون ان شاء الله قدرت توصلكم. هو سهله وما فيهاش اي حاجه، بس علشان بتكلم لحبايبي اللي لسه بادئين اهو. خلاص، وهدخل في التوينز اللي وراها برضو اهو. مش بقول لكم احلى خرزه تحس ان الخيط عارف سكته؟ احلى خرزه بشتغل بيها اهي. اتاكدوا ان العقده بتدخل في منتصف الخرزايه علشان بصوا دخلت على الاتنين مره واحده. اتاكدوا ان العقده بتدخل جوه نص الخرزايه عشان ما تتطرفش منك وتيجي بعد ما تخلصي الشكل تلاقي فيه الخيط باين اهي اهي. تمام اهي. هبتدي بقى اوزع الخيط دوت اهو. هوزعه بحيث نبتدي نوزعه اهو، وادخل في الخرزية الحمراء. وحاولي وانتي بتشتغلي ركزي علشان لو في غلطة تلحقيها اول باول، ما تستنيش لما تخلصي شغلك وفي النهاية مجهودك يروح على الفاضي. بصي دي مش راضية تدخل ليه؟ لاني فيها عقدة، اللي انا اتكلمت فيها عقدة. انا ممكن اصرفها اهي في اتجاه تاني، مفيش شرط، بس اشدها شوية اهي. ممكن اصرفها في اتجاه تاني واقطع عادي. تمام اهو.
تعالوا بقى للطرف التاني. بصوا ده الخيط اللي انا بقول لكم فيه، اللي انا بقطعه ما برميهوش اهو. قلنا تمام اهو المفرش يا جماعه زي ما انتوا شايفينه. بعد ما قفلته عايزين تكتروا عدد الوحدات كتروها، عايزين تكبروه دي بايديكم وحسب ذوقكم واختياركم. ان شاء الله باذن الله سهل، هتعمليه بمنتهى السهوله. تابعي بس الخطوات اللي انا قايله لك عليها في الفيديو. من فضلكم لو عجبكم الفيديو ما تنسونيش من اللايك والكومنتات الحلوه، ويا ريت لو تشيروا الفيديو عشان يوصل لاكبر عدد من المتابعين او المشاهدين. وان شاء الله باذن الله الى فيديو اخر ان شاء الله.